تحضر معنا نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين السيدة روضة قرافي. سيدة روضة أهلا بك. مساء الخير. إسقاط الفصل الثاني المتعلق بالشخصية المعنوية في الجلسة العامة، ألا يؤثر هذا على استقلالية القضاء؟ نحن حقيقة نأسف لإسقاط الفصل الثاني. ماذا بيا نغتنم الفرصة هذه باش السادة المشاهدين يفهموا وش معناها الشخصية المعنوية. الشخصية المعنوية في تعريفها، أحد تعريفها القانونية، هي صفة اللي تمنحها الدولة لمجموعات أو هيئات اللي تمكنها باش يكون عندها وجود قانوني، بمعنى وجود قانوني أنها يكون عندها ذمة مالية تتصرف في أموالها، يكون عندها حق أنها تتقاضى باسمها قدام المحاكم، يكون عندها حق معناتها باش يكون عندها إدارة، باش يكون عندها مقر. وهذه كلها عناوين نتاع استقلالية. كي نعطي أنا مثال مبسط، هي كما علاقة الولي بالقاصر. القاصر هو اللي ما يكونش عنده الوجود القانوني بالمعنى هذه، ما يتصرفش في أمواله، ما يمثلش نفسه قدام المحاكم ولا قدام الإدارة، هذه بصفة عامة. هذه الهيئة باش تكون مستقلة على السلطة التنفيذية، وتكون السلطة التنفيذية ما تدخلش في تصرفها في أموالها وما تدخلش في إدارتها، يلزم يقال أن لها الشخصية المعنوية اللي كما قلت في التعريف القانوني تمنحها الدولة. من الخطأ أن نقول أن الشخصية المعنوية هو تفكيك لوحدة الدولة، ولذلك فأنه هيئات أخرى، مثل آخر نعطيه كما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تعريفها في فصلها يقال أن لها الشخصية المعنوية وبالنتيجة والأثر يكون لها الاستقلال المالي والإداري. نحن ما نخشى من ذلك هو أن هذا الاستقلال المالي والإداري سيكون مقيد تقييد القاصر من قبل وليه، والولي بالنسبة للسلطة القضائية لا يمكن أن يكون إلا السلطة التنفيذية السياسية. نعم، بعد أن منحت لجنة التشريع العام الشخصية المعنوية لهذه الهيئة تم إسقاطها في الجلسة العامة. لما هو في الحقيقة ما وقعش منحة وما وقعش الاتفاق عليها، طرحت للجلسة العامة للمصادقة عليها. لماذا؟ لأنه كما قلت من دافع على هذا التوجه في إسقاط الشخصية المعنوية يشرح ذلك من وجهة نظر أن الشخصية المعنوية هي تفكيك للدولة، وأن الشخصية المعنوية هي شخصية واحدة، هي شخصية الدولة. وحتى بعض النواب وقت اللي شرح المسألة تعرض لهيئة الانتخابات، يقول لا، هيئة الانتخابات اعطيناها الشخصية المعنوية على خاطر هي مستقلة. بالتعريف هذايا اليوم هيئة الانتخابات مستقلة على الدولة، وهذا غير صحيح. الهيئات وحتى هناك منشآت عمومية عندها شخصية المعنوية، نعم، أقل بكثير من هيئة قضاء. نعم. القول بأن الشخصية المعنوية هي تفكيك لشخصية الدولة هذا كلام غير صحيح في القانون. والمحكمة الإدارية في وقت استشارتها الحكومة بمناسبة مشروعها الأول أكدت على أنه الاستقلال المالي والإداري الشخصية الشخصية المعنوية. نعم. وبالنسبة لصلاحيات الإعفاء والتفقد تعليقكم كذلك هو في حقيقة الأمر اللي اليوم الانطباع العام من النقاش هو أنه ما وقعتش تعديلات، كل التعديلات رفضت، وهي كانت تعديلات فيها ضمانات إضافية لاستكمال استقلالية الهيئة. الإعفاءات، ونحن احنا نعرف ملف الإعفاءات والهزة اللي أحدثها على مستوى القضاء وأضعف القضاء في هذه المرحلة الانتقالية، لأنه قضاة أطردوا بدون ضمانات دنيا ساعة للشفافية، لأنه احنا كي نقولوا هيئة تبت في تأديب القضاة بشفافية، الرأي العام من حقه أن يعلم ماذا وقع في هذه الملفات وكيف تمت معالجتها. نعم. كذلك من حق القضاة أنهم تكون عندهم حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. اليوم كان متاح بالنسبة للجلسة العامة أنها الملف هذايا كيف أقول ترفع فيه المسؤولية السياسية للمجلس من هذا الملف الذي أساء القضاء وأساء لتونس، إلا أنه ما تمتش اليوم موقفكم المصادقة على نعم. تمكين الهيئة من صلاحية إلغاء صلاحية الإعفاء التي يمارسها الوزير العدل لفائدة الهيئة.
وكذلك فيما يتعلق بمسألة النصاب القانوني في الحضور في الجلسات، واللي طرح يعني مقترح الترفيع يعني في ذلك النصاب للنصف يعني من أعضاء الحاضرين، وهي ضمانة زاد كذلك لقرارات الهيئة يعني ولشفافيتها، وباش تكون يعني صادرة على أكثر ما يمكن من الأعضاء. ما وقعش قبوله، لم يقع قبول كذلك التعديل فيما يتعلق بالتقارير التي تنشرها الهيئة، يعني طلب أن تنشر تلك التقارير في الرائد الرسمي، وهذا كذلك معيار شفافية. يعني اليوم احنا واللي يخشى من هذا التوجه العام يعني اللي فيه شيء من التصلب أنه سينعكس يعني على بقية الفصول، هذه هي الخشية. اليوم عندما نطالب في تركيبة الهيئة بأنه يوجد فيها من غير القضاة، نقول لابد أن يكون هناك شفافية على أساس أن القضاة ما يمارسوش حمائية يعني في مجالس مغلقة فيما بينهم ويغطيوا على أنفسهم في التجاوزات. يعني لذلك يقال أنه تفتح المجالس ولا الهيئة لغير القضاة، ولكن نشوفوا اليوم بالنسبة للمعيار مثل معيار الشفافية المتعلق بنشر يعني بنشر تقارير الهيئة في الرائد الرسمي. يعني الهيئة اليوم إذا كان نقولوا قضاة باش يمارسوا يعني حمائية فيما بينهم، هناك تقارير ستنشر، ولكنه هذا يعني هذه الضمانة للشفافية لم تقبل. يعني هناك ضمانات للشفافية يقال أنها ضمانات شفافية تقبل، وهناك ضمانات للشفافية لا تقبل، وهذا يعني يثير الانشغال كما قلت. ونحن نتمنى أنها بقية يعني المناقشة يعني لا تنحو نحو هذا المنحى. نعم. السيدة روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين، شكرا جزيلا لك على شكرا لكم.